السلام عليكم. والله يا جماعه انا عارف ان انا الفيديو ده هيعمل لي وجع دماغ وهيسبب لي انتقادات كتيره، بس انا هقولها هي لله. هي لله. هو ليه يا جماعه كل ما واحد يجي لي عايز يدفع اقساط سهوله ولا حالا ولا بلينك ولا عايز يدفع اقساط بنوك ولا عايز يعمل ايداع انستا باي على فيزا مشتريات، اقول له ما بعملش الكلام دوت. يبص لي كده كاني جاي من كوكب زحل ولا كاني جاي من المريخ. يا جماعه الحاجات دي معاملات ربويه. اي معامله فيها قسط لو اتاخرت عن القسط حط عليك فايده تاخير، ده ربا نسيئه، ده حرام. وفيزة المشتريات بيتضاف عليها فايده، فده حرام. هو ليه يا جماعه كل الناس بتبص لي بتعتبرني ان انا ولا اللي بيدفع قسط بنك وهو عارف ان عليه فايده وقرض بنك وعارف ان هو حرام وربا وتقول له ما بدفعش، يبص لك كده بصت يعني كأن واحد بيقول لك ايه البني ادم المتخلف عقليا ده؟ يعني ايه ما بتدفعش؟ يا جماعه انا ما بدفعش الاقساط، ما بدفعش الاقساط اللي هي من حالا وسهوله وممكن والحاجات دي كلها وامان والكلام ده كله. وما بدفعش قروض، وما بدفعش اقساط قروض ولا اقساط بنكيه ولا بعمل ايداع في فيزا مشتريات. الحاجات دي كلها ربا، ربا وانا ما بعملهاش. قولوا عليا متخلف، قولوا عليا جاي من العصر الحجري، قولوا اللي تقولوه، بس دي حرب لله. ربنا قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وهتقول لي انت بتدفع؟ لا، انا مشارك فيها. سيدنا النبي قال من سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. يعني المشارك في الوزر موجود مضاف عليه السيئات، وتيجي يوم القيامه تلاقي سيئات انت ما عملتهاش. وتخيل بقى حرب ربنا سبحانه وتعالى. فانا يا جماعه ما بعملش الحاجات دي. قولوا عليا متخلف، قولوا عليا مجنون، قولوا عليا جاي من العصر الحجري، قولوا اللي تقولوه. اما حرب لله انا ما بشتركش فيها. وكان الله في عون الناس. والله العظيم يا جماعه ازاي الناس بتقبل تتعامل بالربا، وازاي تاكل بالربا، وازاي تحارب ربنا ازاي؟ يا جماعه اتقوا الله، اتقوا الله. والله العظيم ده ربنا بيقول فاذنوا بحرب من الله ورسوله. الله عز وجل انت في حرب مع الملك، في حرب مع الملك. اتقوا الله، اتقوا الله، وبلاش تبصوا لنا النظره دي. احنا بنخاف ربنا. انا مش شيخ ولا ملتزم ولا الكلام ده كله، انا عاصي وكل معاصي، بس انا في حاجات في مبادئي في حياتي ما بعملهاش، بخاف منها عشان عندي عيال، عايز ربنا يبارك لي فيهم وما يحصل لهمش حاجه ولا يحصل لي حاجه. اللهم بلغت اللهم فاشهد. السلام عليكم. الله ينور عليك ويرزقك بحلال ويوسع عليك وعلى اولادك، وربنا يكتر من امثالك. وخلص الكلام.